بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. كثر حديث بخصوص الصيحة في شهر رمضان المبارك. هناك حديث متداول عبر أصحاب القنوات، وكعادتهم يأخذ الحديث اللي الأصل له ينشروه. الحديث كما مش تسمعوه، فالحديث رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون هدة في شهر رمضان توقظ النائم وتفزع اليقظان، ثم تظهر عصابة في شوال، ثم معمعة في ذي الحجة، ثم تنتهك المحارم في المحرم، ثم يكون موت في صفر، ثم تتنازع القبائل في الربيع، ثم العجب كل العجب بين جمادى ورجب، ثم ناقة مقتبة خير من تذكرة ثقل 100,000. قال الحاكم: قد احتج الشيخان رضي الله عنهما برواية هذا الحديث عن آخرهم غير مسلمة بن علي الحسني، وهو حديث غريب المتن، ومسلمة أيضا ممن لا تقوم الحجة به. واللفظ كما في كنز العمال عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان صيحة في رمضان فإنه يكون معمعة في شوال، وتمييز القبائل في ذي الحجة في ذي القعدة وتسفك الدماء في ذي الحجة، والمحرم وما المحرم بقولها 3 مرات: هيهات هيهات يقتل الناس فيه وتقعد النائم، توقظ النائم وتقعد القائم، وتخرج العوائق من خضورهن في ليلة جمعة في سنة كثيرة الزلازل والبرد. إذا وافق شهر رمضان في تلك السنة ليلة الجمعة، فإذا صليتم الفجر من الجمعة في النصف من رمضان فادخلوا بيوتكم، وأغلقوا أبوابكم، وسدوا كواكم، ودثروا أنفسكم، وسدوا آذانكم. فإذا أحسستم بالصيحة فخروا لله سجدة، وقولوا: سبحان القدوس سبحان القدوس وربنا القدوس، فإنه من فعل ذلك نجا، ومن لم يفعل هلك. قال الذهبي في التلخيص: ذا موضوع وحكم بوضع ابن القيم في المنار المنيف. كل إنسان
مؤتمن اللي يحب يتحدث في حكاية هذه لازم يكون ثقة. يعني سبحان الله الناس يعني ولا تكاكا ياخذ حديث ويقولوه ومتداول يعني في قنوات، معظم القنوات دائما هكا كل عام في رمضان ولا قبل رمضان يحكيوا عليه الحديث هذا. سبحان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.